اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الاقرع في فانتزي الدوري الانجليزي موسم 24-25. النهارده هنتكلم عن تشكيلات مهمه جدا 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 ما تخرجش براها للجوله الاولى وللجولات اللي بعدها. عموما لازم تكون عارف وحاطط في دماغك ايه التشكيلات المهمه اللي تبدا تفكر فيها علشان ما تروحش في حته بعيده. هنتكلم عن 3 تشكيلات، في تشكيله منهم من غير هالاند، تشكيله بهالاند وصلاح، تشكيله مختلفه نوعا ما عن الباقي. فخليك عارف انك من غير ال3 تشكيلات دول يمكن هتسقط زي الامتحان كده، فدي اعتبرها كده حاجه عامله زي المراجعه النهائيه مش هيخرج عنها اهم تشكيلات فانتزي الدوري الانجليزي. ما تنسوش يا شباب تعملوا لنا سبسكرايب علشان خلاص ابتدينا ان احنا ننزل فيديوهات اكتر وبشكل احسن، وان شاء الله الانتاج هيزيد الفتره الجايه. انا طبعا زي ما انتم سامعين صوتي رايح جدا 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 جدا، فيعني حاولوا تعدوا الدنيا كده والله علشان البص. ولايك بقى، لايك سبسكرايب، عايزين نظبط الكلام كده يا رجاله والله. فخلينا نبتدي بأول تشكيلة معانا النهاردة. خلينا نعرض التشكيلة وبعدين نقول مميزاتها وعيوبها ومين يستحق ان هو يبقى موجود فيها ومين اللعيب المؤثر اللي ما ينفعش نخرج منها، او عيب التشكيلة دي هيكون فين. لان طبعا زي ما احنا عارفين ان التشكيلات الموسم ده هتكون صعبة جدا نظرا لفروق الاسعار بين اللعيبة والتانية والاختلاف الكبير. انا شايف زي ما قلت ان دي ميزه مش عيب، فبالتالي هنحاول نوصل لامثل شكل للتشكيله من غير ما نبعد عن ناس كتيره او لعيبه تكون طب في اللعبه، فمش هنبعد كتير. فخلينا نعرض مع بعض اول تشكيله بسرعه. اول لاعب معانا في اول تشكيله هيكون بيتروفيتش، حارس مرمى تشيلسي، هيلاعب مانشستر سيتي هوم. انا عارف جدا ان هو هيكون ماتش صعب قوي 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 على تشيلسي، لكن هو الخيار الامثل الوحيد اللي هتعتمد عليه كحارس مرمى. ومركز حراسه المرمى عموما علشان احنا عارفين ان هو مش مؤثر قوي، هتجيب واحد ما بيلعبش زي هتجيب واحد بيلعب، كده كده في الحالتين هو معظمه مش هيجيبوا كلين شيت. فاي حارس مرمى زي بيتروفيتش او غيره، لكن انا بفضل بصراحه بيتروفيتش اللي هو اللي هيبتدي من تشيلسي قصاد مانشستر سيتي في اول الموسم. خط دفاع متكون من 3 لعيبه، اندرسون وبيرن ومارتينيز. اندرسون اللي هيلاعب برينتفورد، ومات بيرن اللي هيلاعب ساوثهامبتون، ومارتينيز اللي هيلاعب فولهام. خط دفاع نوعا ما جامد جدا جدا جدا، ماتشاتهم هم ال3 سهله، ممكن هم ال3 يخرجوا لك كلين شيت ويحققوا لك اكبر عدد من النقاط في الجوله الاولى. وبعدين كمان ماتشاتهم هتكون سهله، لان زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت من ضمن الفرق اللي جدولها سهل نوعا ما كان مانشستر يونايتد وكريستال بالاس ونيوكاسل. فانت عندك 3 لعيبه اهو غير بيتروفيتش كمان. ال4 لعيبه دول جدولهم سهل لحد جولات 5-6 جولات مثلا، ففي منهم 3 أو 4 ماتشات مضمونين جدا 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 ال4 لعيبه دول لحد دلوقتي اللي بنتكلم عنهم. خط النص هنحاول نوعا ما ان احنا نليسها كده. فاول لاعب من التوب فورم معانا هيكون محمد صلاح. التشكيله دي فيها حته حماسيه وجامده قوي 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 قوي. اول لاعب معانا هيكون محمد صلاح، تاني لاعب معانا هيكون جرناتشو، تالت لاعب هيكون بالمر، رابع لاعب هيكون جوردن، خامس لاعب وهيكون وينكس. ودي نقطة الضعف بتاعت التشكيلة اللي انا شايفها هتكون ديفرنشال وريسك كبير قوي 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 انت هتشيله، لكن في نفس الوقت ده هيخليك عندك ميزة هنقولها بعد شوية. عندك صلاح هيلاعب ابسيتش تاون، جرناتشو هيلاعب فولهام، بالمر هيلاعب مانشستر سيتي، وجوردن هيلاعب ساوثهامبتون، واخيرا وينكس هيلاعب توتنهام. انا شايف بصراحه ان خط النص ده متكامل نوعا ما شويه، وما فيهوش غير 2 بس او واحد كمان اللي هو وينكس مع جرناتشو من مانشستر يونايتد، لكن وينكس هو نقطه الضعف في التشكيله دي كلها. خط الهجوم بالنسبه لنا هيكون متكون من واتكنز من استون فيلا اللي هيلاعب ويست هام، واخيرا هيكون الدبابه هالاند. هو هالاند وصلاح في تشكيله واحده، هالاند وصلاح وبالمر وواتكنز وجوردن في تشكيله واحده، وخط دفاع كمان متكامل، وحارس مرمى كمان اساسي. فكل ده عندك وانت ما عندكش غير 2 بس انت داخل بيهم وعارف ان هم ديفرنشال، فما فيش اي مشكله. تشكيله الى حد ما قويه فيها هجوم من تشيلسي والسيتي وليفربول ويونايتد واستون فيلا ونيوكاسل، ودفاع نوعا ما زي ما اتكلمنا هو اسهل جدول واحسن اختيارات في مقابل اسعار هيكون لعيبتها. عندك لعيبه من الفرق التوب، وحتى لو مش من الفرق التوب زي كريستال بالاس فهي اصلا كده كده هتكون جدولها سهل في الاول. لكن اللعيب الامثل في هذه التشكيله غير وينكس هو هيكون ان مفيش اي عنصر من ارسنال، ولا خط دفاع ولا خط نص ولا خط هجوم.
ودي المشكله، انك كده كده في اي حاله لازم تضحي بلاعب من فريق معين لو عايز صلاح وهالاند زي ما اتكلمنا في التشكيله دي. وطبعا من غير كلام كتير، فاحنا دكتنا هتكون نوعا ما اقتصاديه جدا. احنا عندنا دكه انا والله ما اعرفش مين اللعيبه دي، بس انا كنت مضطر اجيبهم عشان اكمل بقيه التشكيله. انت ما عندكش منهم غير لاعب واحد تقريبا اساسي او اتنين كمان، يعني التلاته مش اساسيين دايما. هو ما فيش منهم غير اهم واحد، وهو فيز اللي بتاع ليستر سيتي اللي هيلاعب قصاد توتنهام. ده اللاعب الوحيد اللي ينفع تبدله مكان اي لاعب تاني، وانا اعتقد ان ما رشحش في ده. انت هتبدا بال11 لعيب دول هيفضلوا اساسيين مدى الحياه. دي مشكله الفرقه دي والتشكيله دي، انك لو عايز تجمع بين صلاح وهالاند مش هتلاقي مش هتلاقي اصلا اتنين لعيبه اساسيين، فانت هتفضل بال11 لاعب دول فتره كبيره قوي 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 كمان. ولكن مش هيبقى بقى معاك فلوس. خلي بالك ان برضه في البنك مش هيتبقى معاك فلوس قد كده، فلازم تكون عامل حسابك على البوينت دي كويس قبل ما تختار التشكيله اللي هيكون فيها صلاح وهالاند. تاني تشكيله معانا نوعا ما فيها نفس خط الدفاع المميز من الفرق. اول لاعب معانا وهو حارس المرمى هيكون اونانا من مانشستر يونايتد، هيلاعب فولهام هوم. خط الدفاع هيكون 3 زي ما احنا، دان بيرن واندرسون وكونسا مكان مارتينيز. كونسا الفرق ان هو هيلاعب وست هام، دان بيرن قلنا هنلاعب اللي هو ساوثهامبتون، واندرسون هيلاعب برنتفورد. عندنا في خط الدفاع هو نوعا ما برضه متكامل، نوعا ما خط دفاع سهل، نوعا ما خط دفاع اقتصادي، نوعا ما خط دفاع مؤثر جدا جدا جدا، يقدر يحقق لك عدد من النقط الكافيه قوي ويخرج لك بكلين شيت كمان مفيش اي مشكله. خط نص 5 لعيبه، بس المره دي هيكونوا مهمين ومركزين جدا 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 في اختياراتك فيهم. 5 لعيبه هم توب فورم. اول لاعب معانا محمد صلاح هيلاعب ايبسيتش تاون، تاني لاعب بالمر، تالت لاعب فودن، رابع لاعب جرناتشو، وخامس لاعب وهو العنصر اللي ما كانش موجود في التشكيله الاولانيه وهو اوديجارد من ارسنال. اوديجارد من ارسنال انا شايف ان هو مميز في سعره اكتر من ساكا كمان، لان ساكا غالي شويه، لكن انت لو معاك الميزه في حته السعر تقدر تزود توصل لساكا مفيش اي مشكله، لكن انا بفضل التشكيله دي اوديجارد عن ساكا كمان. طيب خط الهجوم هيكون معانا واتكنز وايزاك اللي هيلاعب ساوثهامبتون، وواتكنز اللي هيلاعب ويست هام. التشكيله دي بدون هالاند، بدون اي عنصر هجومي فعليا من السيتي، بس عندنا مكان هالاند هو هيكون فيه فودن اكيد مش هيعوض عن هالاند، لكنه كفر من السيتي يقدر شويه. لكن انا ما بفضلش بصراحه انك تدخل من غير هالاند، وهنتكلم عن البوينت دي في اخر الحلقه بعد اخر تشكيله اللي هي اللي جايه. بس عندنا العيب بتاع التشكيله دي الوحيد زي ما اتكلمنا ان هي من غير هالاند، ولكن برضو نفس العيب، وهو ان دكتنا هتكون ضعيفه جدا جدا جدا، ما فيهاش غير فيس او فيز ايا كان اللي بتنطق بيه لاعب ليستر سيتي. بس في التشكيله دي ما اعتقدش ان انت هتحتاج انك تبدل اي لاعب من التشكيله، لان كلهم فعلا اساسيين ما فيهاش ولا ريسك، كلها لعيبه منطقيه. تقدر تبدا بالخمسه بتوع خط النص عادي جدا، تبدا بالاثنين بالهجوم عادي جدا، ايزاك وواتكنز هيجيبولك، تبدا باي لاعب فيهم، تقدر تبدا بال11 لاعب كلهم، وقت ما حد يتصاب فيهم بدله وهات لاعب تاني، مش فارقه كتير. دي تشكيله نوعا ما انا شايفها افضل من التشكيله الاولانيه، لكن خلينا نكمل للاخر ونشوف اخر تشكيله معانا. تالت تشكيله معانا مختلفه نوعا ما عن التشكيلتين التانيين، لان تالت تشكيله لوحدها تقدر تعملها في تشكيلتين، فهنتكلم عنها شويه حلوين، ما تزهقش مننا كده، اهدى على حالك الله يكرمك عشان الحلقه لسه طويله، فاعمل لايك كده وروق الدنيا. عايزين نظبط الكلام، يعني انا بصور وانا تعبان والله، فعايزين كده اهو فاهم. خلينا نبدا باول تشكيله، وهنفترض ان انت هتلعب 4-3-3 وهتنقل واحد من على الدكه تلعبه اساسي، انت تفكيرك رايح للناحيه دي. ففي حراسه المرمى هيكون معانا بيكفورد من ايفرتون هيلاعب برايتون، خط دفاع اندرسون، دان بيرن ومارتينيز، ومعاهم فيسترجارد من ليستر سيتي هيلعب قصاد توتنهام، ودي الحاله اللي انا بميل لها شويه. خط النص هيكون معانا 3 لعيبه، ايزي ومحمد صلاح وجوردن، واثنين دكه هنتكلم عنهم في اخر الفيديو، دول اللي انت هتشفت بينهم وترجع منهم واحد مكان فيسترجارد عشان تنهي التشكيله ل 3-4-3. الثلاثه المهاجمين عندنا تشكيله متكامله فيها ايزاك واتكنز وصلاح وهالاند كمان، كل دول موجودين في تشكيله واحده. خلينا نتكلم عن الدكه اللي هيكون فيها لاعبين في حاله لو بدات ب 4-3-3 زي ما اتكلمنا في الدرافت الاولاني في التشكيله دي. فعندنا اول لاعب في الدكه هيكون اوتسون اودوي من نوتنجهام فورست،
تاني واحد هيكون وينكس اللي هيلاعب برضه توتنهام، وده اللي اتكلمنا عنه في الدرافتين اللي فات. انا شايف ان انت لو عايز تفضل انك تلعب بثلاثه مدافعين 3-4-3، فلاعب أودسون أودوي في حاله لو هو بيلعب اساسي وبيحنكش على حسب الاداء. وينكس او أودسون أودوي مفيش فرق كبير بينهم، فرقتين اصلا يعني متقاربين جدا، ده صعد السنه اللي فاتت وده صعد السنه دي، فمفيش فرق كده كده الاثنين ايه زي الفل. بس انا بفضل أودسون أودوي في حاله لو هو بدا يلعب بشكل ايه اساسي وزي الفل. فانا شايف ان التشكيله المثاليه وهي انك تبدا ب3-4-3 وتنتقل للدرافت الثاني اللي زي ما قلت لك تنزل أودسون أودوي مكان فيسترجارد اللي بيلعب في ليستر سيتي اللي هيلاعب توتنهام في الجوله الاولى. التشكيله دي ميزتها في ايه؟ انت عندك تقريبا بتلم اللعيبه الكويسه وبتلم خط الدفاع الكويس، ما عندكش فيها غير ريسك واحد بس هي الفكره كلها ان انت بتحلق شويه هنا وهنا، وبرضه ما عندكش لاعب من ارسنال، دي نقطه الضعف. انت عندك هالاند موجود، واتكنز موجود، ايزاك موجود، صلاح موجود، ايزي موجود، كمان اندرسون موجود، خط دفاع مهم، مارتينيز موجود من اليونايتد، دامبرن موجود من نيوكاسل، جوردن موجود من نيوكاسل، وبيكفورد كمان حارس مميز من ايفرتون. وكمان عندك دكه نوعا ما الى حد ما كويسه. أودسون أودوي وينكس تقدر تشارك بيهم في معظم الماتشات، اي نعم ادائهم مش احسن حاجه لكن بيلعبوا بشكل اساسي. وفيسترجارد كمان لو عايز تبدل بينهم، فيسترجارد بيشارك بشكل اساسي جدا جدا جدا، وكنا بنشوفه من ايام ما كان في توتنهام. التشكيله دي انا شايف ان هي بتخليك في نفس الوقت انت معاك لعيبه من التوب فور، لعيبه زي صلاح وهالاند وواتكنز وايزاك، كل اللعيبه دي هم معاك في تشكيلتك. في نفس الوقت انت معاك لعيبه ريسك وديفرنشال تقدر تروح لهم في نفس الوقت، مش هتبعد عنهم في تشكيلتك ببساطه ولا تضطر انك تبيع وتجيب حد. عندك وينجز زي أودسون أودوي زي فيستنجارد تقدر تبدا بيهم في الماتشات بعد كده. لكن في نفس الوقت لو بدات في اي تشكيله فيهم لازم زي ما قلنا ان انت هيكون عندك ريسك وديفرنشال في كل تشكيله. كده احنا اتكلمنا عن 3 تشكيلات هما الاهم، بيلموا لك الدنيا، بيراجعوا لك الدنيا قبل خلاص ليله الامتحان بتاعه الجوله الاولى. 3 تشكيلات هما خلاص من احسن ال3 تشكيلات اللي قدرت اوصل لهم خلال الفتره اللي فاتت، خلال الماتشات الوديه اللي ظهرت، خلال كل حاجه ظهرت، لميت لك يعني حاولت الم لك كل التشكيلات، كل اللعيبه المهمه، كل اللعيبه كمان اللي بنلعب على حته الديفرنشال فيها هم ستيل لسه موجودين. قول لي تحت في الكومنتات انت لو مكاني هتختار انهي تشكيله افضل فيهم هم ال3، هتلعب بأنهي تشكيله فيهم؟ التشكيله الاولى اللي كان فيها صلاح وهالاند بس وما فيهاش عنصر من ارسنال، التشكيله الثانيه اللي فيها صلاح وعنصر من ارسنال وبنحاول ان هي تكون متكامله بس ما فيهاش هالاند، التشكيله الثالثه اللي فيها كل الناس صلاح وهالاند وايزاك وواتكنز وما فيهاش اي حد من ارسنال. فانت لو مكاني هتختار انهي فيهم تشكيله؟ ورتبهم لي تحت في الكومنتات وشاركنا تحت بتعليقك المهم. ما تنساش لو الحلقه عجبتك تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب في الشانل وتفعل الجرس عشان يوصلك حلقاتنا الجديده. بصور لك وانا اعمال، فحاول تقدرني زي ما انا بقدركم كده وبروق عليكم. الدنيا زي الفل، واشوفكم في حلقه جديده كمان معكم اللين من قناه القرعه. سلام.